ولبس لف نعت عربة يطلب الكرة ووفدي وليد بدوره يطلب التريث. يفضل انه يمررها. ماذا حدث في هذه اللقطة؟ يا سلام! لا احد لم يرى ماذا حدث في هذه اللقطة من وفدي وليد. اظن ان الكرة اصطدمت بظهر احد لاعبي فريق مولودية العلمة. لقطة طريفة جدا 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 في ملعب محمد بن مزراك. ما الذي حدث؟ سنكتب لكم مشاهدي الافاضل بالتصوير البطيء من المخرج رفيق عنيق. تسرع الحارس، يعني الحارس وليد الكرة اصطدمت باللاعب جبالي الذي دخل قبل قليل. جبالي ثمر الإعادة وظن انه اول كرة لبسها جبالي. شوف سمع ستكون لقطة الموسم. هذه هي لقطة الموسم بالنسبة لفريق اولمبيك. لا حتى بعد حتى المعاملة حتى الحارس تبع مع اللقطة، لأنه كان بإمكانه يعني يلحق الكرة، ولكن هو اللي وضع الكرة ودخل المرمى. شوف هنايا الكرة كانت مازال ما دخلتش، هو اللي طريقة انه يدارك الخطأ، ولكن اللقطة طريقة جدا من الحارس وفدي وليد. تسرع في لقطة الإعادة من المخرج رفيق عنيق. حتما سيعيدها الجمهور الجزائري مرة 2 3 4 5 ولن يكره من هذه اللقطة التي سجلها أقول الحارس وفدي وليد على مرمى فريق اولمبيك. في الاول الحارس تسرع باش ينفذها، لانه عنده الوقت ان ياخذ وقته ويسد ويمررها. ثاني شيء لما اصطدمت كان قادر انه يلحقها، يعني زاد تسرع مره اخرى خلاته انه يدارك ما داركش، سجلها نقدر نقولوا. لقطة طريفة من الحارس وفدي وليد. وجبالي يحتفل رفقة زملائه بهذا الهدف والكل يسلم على رأس اللاعب جبالي بما انه منح هدف التعادل، في حين وفدي وليد لا يزال عالقا في شباكه. اللقطات الطريفة في الرابطة المحترفة الثانية والمخرج رفيق عنيق كما قلت لا تفوت اي فرصة في مثل هكذا مباريات.